احنا دلوقتي في سنة 1960 في امريكا. الافلام وقتها اللي كانت بتتعمل ما كانتش بتعمل اي مشاكل، تقدر تقول حتى افلام الرعب كانت كلها عبارة عن مثلا وحوش زي دراكولا مثلا او اي حاجة شبه كده. الرقابة في نفس الوقت بتمنع اي مشاهد للتعري، اي مشاهد قتل، اي دموية اساسا ممنوعة. وانا بكلمك ايوه والله عن امريكا اللي انت تعرفها ديت، وهوليوود نفسها اللي افلامها دلوقتي عكس تماما الوقت ده. ولكن وقتها كانت الرقابة ماسكة بحزم شديد جدا على القوانين اللي هي حطاها، السينما في نفس الوقت طيبة كده، واضحة مريحة، ما فيهاش أي مشاكل. البطل واحد محترم مسرح شعره بجل كده وفيه خير وطيب، والقصص وقتها كانت عبارة عن مشكلة بتحصل والبطل بيحلها والخير بينتصر ويعيشوا في تبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات. مفيش أي نوع من أنواع التعب الأعصاب لحد ما هيجي شخص هيغير كل الكلام دوت. كل المفاهيم بتاعت السينما اللي هم كانوا عارفينها في الوقت ده الراجل دوت مش هتعجبه، وهيغير كل حاجة ويحط طريقة جديدة في صناعة الأفلام اللي بيستخدموها حتى وقتنا هذا. أكيد انت سمعت عنه هنا او هناك قبل كده، وهو ألفريد هيتشكوك، بيلقب بذا ماستر اوف سسبنس، سيد الإثارة والتشويق. تخيل ده يكون لقبه من كتر ما هو متمكن جدا من ان هو يخليك دايما متوتر ومتشوق تعرف ايه اللي هيحصل. الراجل ده هيجي يعمل فيلم ضد كل حاجة معروفة، بس في نفس الوقت ما حدش يقدر يعترض عليه حتى الرقابة نفسها، وهو فيلم سايكو. لازم نشوف الفيلم ده ونتكلم عنه، لان هو الحجر الاساس لكل الافلام اللي فيها بلوت تويست. اي فيلم فيه إثارة وغموض ورعب الراجل دوت ليه بصمة في الافلام دي كلها. بعد اكتر من 65 سنة لحد وقتنا هذا الفيلم لسه حلو جدا، والبلوت تويست اللي في الاخر حلوة ومش متوقعة لحد دلوقتي، يعني حاجة جامدة فشخ. الفيلم متاخد من رواية برضك بس محدش مهتم. الحاجة بقى المثيرة للاهتمام قوي ان القصة نفسها مقتبسة من قصة حقيقية. يا جماعة الموضوع ده مرعب جدا جدا، سواء القصة اللي احنا هنشوفها او القصة الحقيقية اسوأ بكتير. هنتكلم عنها اكتر في اخر الفيديو خالص لما نخلص الفيلم. احنا بنبدأ مع الست دي بتحب الراجل ده، بس بنعرف منهم ومن كلامهم ان هم بيتقابلوا في السر كده، بس هي عايزه الموضوع ان هو يدخل في الجد. ولكن الراجل بيقول لها ان هو عليه ديون كتير جدا، مش هيعرف ان هم يتجوزوا دلوقتي. بعد كده بقى بترجع للشغل بتاعها، وهو هيتشكوك واقف هناك اهوت بيقلد السبكي في الافلام. بنشوفها بتشتغل سكرتيره في مكتب عقارات، وزميلتها في الشغل بتعرفها ان اختها اتصلت بيها. هم كده بيعرفونا يعني ان هي عندها اخت. وبيدخل هنا مديرها ومعاه الراجل العجوز الكاوبوي ده. الراجل بقى الكاوبوي بيقعد ان هو يهزر، وبنفهم منه ان بنته بتتجوز وهو جاي دلوقتي عشان يشتري من مكتبهم بيت كبير جدا لبنته. وبعدين بيحاول ان هو يلفلف معاها كده، بس هي حرفيا مش مهتمه اطلاقا. فبيغريها بان هو يقول لها ان هو هيشتري البيت الكبير دوت هديه لبنته كده ب$40,000 كاش، ويقول لها خدي عديهم. طبعا انت متخيل احنا بنتكلم في سنه 60، يعني الرقم دوت يعمله دلوقتي ما يقارب $500,000 هيدفعهم كاش. وبيوريها ان هو قد ايه غني يعني. ولكن بنشوفها ان هي لسه مش مهتميه برضه. زميلتها بتبرق قوي كده اول ما تشوف كل الفلوس دي، اول مره تشوف كميه الفلوس دي. الكاوبوي بيدخل المكتب جوه، ومديرها بيقول لها ان هي تروح تودع الفلوس في الخزنه لحد يوم الاثنين. واللي بنفهم يعني من كلامه ان هم النهارده كده الجمعه، ولو ما تعرفش فعندهم بياخدوا السبت والحد اجازه. بنشوفها ان هي بتاخد الفلوس وتدخل جوه تقول له ان هي بعد ما تودع الفلوس هتروح على طول على البيت عشان هي حاسه ان هي تعبانه ومصدعه. وبنشوف العجوز بيحاول ان هو يلطف معاها كده تاني، بس هي بتكرف وبتمشي. ولكن هي ما بتوديش الفلوس البنك، هي بتاخد الفلوس وبتوديها شقتها وبتجهز شنطتها وتهرب بره المدينه. بتعمل اللي هو المفروض يتعمل. فكرتها بسيطه جدا، المبلغ الكبير قوي دوت هي هتسرقه دلوقتي وتهرب تروح لحبيبها وتدفع ديونه بقى وتتجوز بقى الفلوس ويعيشوا في تبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات. الموضوع سهل وبسيط، ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ ولكن للاسف يا عيني هي ما تعرفش ايه اللي هيحصل لها. وهي بقى ماشيه بالعربيه وبتهرب، قبل ما تخرج بره المدينه فجاه وهي واقفه بتلاقي مديرها ماشي وبيشوفها. هي طبعا بتضحك له وبتتوتر قوي كده لان هي قايله له ان هي تعبانه اساسا. والراجل بيستغرب كده وبيرجع يبص لها، وبعدين بيمشي تاني. بتمشي بقى بسرعه وهي متوتره وقلقانه، وبتخرج بره المدينه خالص وبتركن عربيتها وبتنام فيها. بيوصل الراجل من الشرطه وبيصحيها من النوم. هي بقى هنا بتعملها على نفسها من الرعب. الشرطي بيبص لها، طبعا هي عبيطه جدا ومتوتره وقلقانه، فتعمل دلوقتي كل حاجه غلط في الدنيا تخلي الشرطي دوت يشك فيها. بتحاول تدور العربيه بسرعه وتجري منه، فهو بيوقفها وبيقول لها استني بس استني، انا مستغرب انت مستعجله كده ليه، في ايه؟ هي بقى هتقول له انا ما كنتش متوقعه انام كل دوت، انا قلت اريح شويه بس نمت كتير قوي فانا متاخره فعايز امشي بسرعه. فهو هيقول لها طب هو في حاجه او في مشكله؟ هتقول له لا، هو انا بعمل ان في مشكله ولا ايه؟ فهيقول لها ايوه في، باين عليك ان في حاجه. بتشغل العربيه، هيقول لها استني بقى وقفي العربيه ووريني الرخص بتاعتك. والكاميرا مقربه على وشوشهم عشان يوريك التوتر والاختناق اللي هي فيه. بتلف كده تداري الشنطه بتاعتها وتطلع الفلوس على جنب وتديله الرخص. هيبص فيها ويديها لها ويمشي. بص بقى عم هيتشكوك وهو بيخليك انت كمشاهد قلقان ومتوتر وتشعر بالاثاره. بتشوف ان هي بتمشي والراجل بيفضل يمشي وراها، وفي موسيقى موتره في الخلفيه قوي كده، لحد ما فجاه بيمشي من طريق تاني. فهي بترتاح بقى كده. هي بقى دلوقتي من الخوف والتوتر بتقرر ان هي تروح تبدل عربيتها، فبتروح لمكان عربيات مستعمله. ولما بتبص بيطلع ان الضابط كل ده كان بيمشي وراها وبيبص لها. فهي بتجري تجيب
الجورنان وتعمل نفسها بتقرا فيه، يعني كده هو مش هيعرف يعني. والظابط بيقوم لافف ويطلع يقف يشوفها هتعمل ايه. البياع بقى بيجي لها ويقول لها بما انك انت الزبونه الاولانيه النهارده فانا هحاول ارضيكي بكل شكل ممكن. هي اساسا ما بتسيبوش يكمل وبتقول له بتوتر كده انا عايزه ابدل عربيتي، وعشان هي عبيطه قوي وفي نفس الوقت هي مش مجرمه فمش متعوده على موضوع الهروب من الجريمه دوت، فبتقول له ان انا العربيه بتاعتي ما فيهاش اي حاجه والله العظيم بس انا عايزه ابدلها. هيقول لها طيب ماشي خلاص بص على العربيات اللي عندنا عقبال ما الميكانيكي يبص على عربيتك. بياخد عربيتها فعلا يبص عليها وهي بتروح على اول عربيه بتشوفها وبتختارها ان هي تبدلها بيها. الراجل هيقول لها خدي راحتك يعني وتبص براحتك. هتقول له لا انا هاخد دي. هيقول لها خلاص خديها لفه وجربيها. هتقول له كام بس قول لي. فالراجل هيستغرب ويقول لها انا اول مره اشوف زبون بيضغط على البياع عشان يبيع له. هيقول لها خلاص هناخد عربيتك زائد $700. هتقول له ماشي. فالابتسامه اللي على وشه بتروح، وهنا بيشك ان في حاجه فعلا لان المبلغ كبير دوت اللي لها تدفعه هي ما اتكلمتش معاه فيه وفي نفس الوقت هتدفعه كاش. فهنا بقى بيطلب منها اوراق العربيه عشان هو شاكك. هتقول له طب وديني الحمام بس معلش. وبتبص على الضابط تدخل تطلع ورق العربيه وال$700 وتطلع تاني. الراجل بقى بيكون مستنيها وبيقول لها ان هي تاخد العربيه بتاعتهم وتجربها الاول عشان تعرف هي فيها مشكله ولا لا، ولكن الراجل بيعمل كده عشان هو شاكك فيها. فهي تقول له ان هو مفيش عيب لو انا عايز اشتري الحاجه بسرعه. فالراجل بيريح دماغه ويقول لها خلاص ماشي. والضابط بيروح يدخل المكان. اول ما بتشوفه بتجري تدخل العربيه وتمشي بسرعه. فجاه بينادوا عليها بيطلع ان هي ناسيه في عربيتها شنطتها وهدومها. بيحطها لها في العربيه الجديده وبتمشي وكلهم واقفين مستغربين. نوقف هنا كده عشان نتذوق التحفه الفنيه اللي قدامنا دي. التفاصيل في الفيلم هنا حلوه جدا. على ايام 1960 انا مش متخيل ان هيكون في كل الحاجات دي كلها. ازاي بنشوفها ان هي متوتره مش عارفه تتكلم خايفه بتتصرف بغباء وبتتكلم معاهم كانها بتحاول تقول لهم ان انا عامله حاجه غلط بصوا عليا. فهنا احنا بنحس ان هي بني ادمه طبيعيه انسانه مش متعوده على السرقه او ان هي تعمل جريمه اساسا فخايفه من اللي هي عملته. بس انا كان عندي سؤال بريء جدا. ازاي عمو هيتشكوك دوت كان بيخلينا ان احنا نحس ان احنا متوترين قوي وقلقانين كده؟ هو نفسه عم هيتشكوك ده شرح قبل كده الفرق ما بين الرعب اللي هو الصدمه والتوتر بطريقه بسيطه جدا. ازاي بتبني انت الاثنين؟ تخيل معايا مجموعه من الناس قاعدين على ترابيزه وعمالين ان هم يتكلموا مع بعض في موضوع ما لمده 5 دقايق. طول ال5 دقايق دول انت حاسس انك انت مفيش اي حاجه، ولكن فجاه قنبله بتفجر المكان وكل اللي قاعدين بيموتوا. انت هنا هتبقى مصدوم مرعوب ايه اللي حصل ده. بس الصدمه اللي انت هتحسها مثلا هتحسها لمده 5 ثواني بعد كده عادي هتكمل الفيلم مفيش اي حاجه. ولكن ازاي نفس المشهد دوت يخليك انك انت قاعد متوتر ومش على بعضك؟ هتجيب نفس الناس اللي قاعدين على الترابيزه دول وبيقول لك حط تحتهم انت بقى قنبله وعرف المشاهد ان في قنبله تحتيهم، ولمده 5 دقايق هيقعدوا يتكلموا مع بعض برضو في نفس الموضوع. هنا بقى انت بتخلي المشاهد متوتر قلقان. كل ثانيه بتعدي هتعدي عليك انت كمشاهد بصعوبه وانت بتصرخ من جواك عايزهم يقوموا. وهنا هو بنى لك التوتر. من الحاجات الجامده فشخ في هيتشكوك ان هو كان عنده قدره كبيره جدا على التلاعب في المشاهد نفسه. القنبله اللي هو بيتكلم عنها هي الفلوس اللي مع البنت ديت. هي حرفيا ماشيه بقنبله اللي هي الفلوس مخليك انت متوتر عليها مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لها. نكمل بقى بالمشهد اللي جاي دوت. بنشوفها وهي ماشيه ومتوتره جدا وبنسمع في الخلفيه تخيلها على ايه اللي حصل. البياع وهو بيقول للشرطي بعد ما هي مشيت ان هو اول مره في مشتري يضغط عليه بالشكل دوت عشان هو يبيع له. وبيكمل وبيقول ان هي حتى دفعت له $700 كاش وده اغرب. بعد كده بقى بنسمع حوار تاني برضو في الخلفيه للمدير بتاعها وهو بيكلم زميلتها في الشغل وبيقول لها ان هي ليه ما جاتش الشغل لحد دلوقتي. وبيخلي زميلتها في الشغل تكلم اختها يشوفها هي راحت فين. واختها لما بتعرف بتقلق جدا وهتروح بيتها تسال عليها. وبعدين مديرها بيفتكر ان هو شافها في العربيه بعديها فبيتوتر هو نفسه. كل الحوار دوت واحنا بنشوفها ان هي بتسوق في الطريق وخايفه متوتره لحد ما الليل نفسه بيليل. وبنشوفها ان هي بتضحك. فجاه بقى الجو بيتغير والدنيا بتمطر بغباء لدرجه ان هي مش شايفه اي حاجه خالص لحد ما بتلاقي يافطه كده فندق صغير فبتروح تستخبى من المطر هناك. بتدخل ما بتلاقيش اي حد. بتطلع تبص تلاقي بيت كبير جنب الاوتيل دوت وفي ست قاعده جوه. بتقعد بقى تزمر بالعربيه عشان اي حد يطلع لها فبيجي لها بسرعه جري الشاب المحترم ده. بتقول له هو في اوض فاضيه هنا؟ هيقول لها كله فاضي اساسا. وبيعرفها ان في فندق على الشارع الرئيسي بياخد منه كل الزباين عشان كده الفندق يعتبر فاضي تماما اللي عنده ده. بتيجي تسجل وتكتب اسمها. بتكتب اسم مستعار لان هي طبعا هربانه مش عايزه ان البوليس يتعقبها يعني. فيقول لها اكتبي المدينه بتاعتك فبتكتب لوس انجلوس وهي اصلا من اريزونا. فخلي بالك دلوقتي ان هي في فندق معزول في يوم مليان مطره لوحدها ومعاها فلوس كتيره جدا ومغيره عربيتها وكاتبه اسم مش اسمها ومدينه مش مدينتها. يعني انا بدات اخاف عليها دلوقتي. بيديها مفتاح اوضه رقم 1 بيدخلها ويوريها كل حاجه جوه. بتقول له شكرا يا مستر بيتس. هيقول لها قولي لي يا نورمان وبيضحك لها كده بيلفلف. فهي الابتسامه بتروح من وشها كده وبتقلق. بعدها بيعرض عليها ان هي عشان هي قالت ان هي جعانه قبل كده ان هي تيجي تاكل معاه في البيت اللي فوق دوت شويه سندوتشات كده وشويه لبن حاجه على القد. الواد شكله غلبان جدا وطيب قوي. هي هتوافق فهو هيقول لها ان هو خلاص ظبطي نفسك كده عقبال ما اعمل الاكل وبيمشي. هي بتقعد مش عارفه تخبي الفلوس فين فبتحطهم جوه الجرنان وتقفل عليهم وتحطهم جنبها. فجاه بقى بتسمع صوت واحده ست كبيره في السن بتزعق الواد ده جامد قوي وبتقول له لا ما تجيبليش واحده هنا البيت يا قليل الادب. عايز تلفلف معاها يا قليل الادب؟
هيقول لها يا ماما يا ماما هي جعانه، هتقول له لا وتشتم وتهزق فيه بصوت عالي جدا. فالواد يا عيني بيطلع كده مكسور وبياخد الاكل معاه وبينزل لها تحت الفندق. هي هتقول له انا اسفه يعني لو انا عملت لك مشكله. هيتهته قوي كده ويقول لها هي امي مش على وضعها النهارده. المهم ان هي بتقول له خلاص بما انك انت عملت الاكل تعالى ندخل ناكل. بيجي يدخل كده بعدين يقف ويقوم راجع، ما بيرضاش ان هو يدخل اوضتها وبيقول لها تعالي في المكتب احسن. الواد يعني اتكسف. هي بتدخل بتلاقي ان هو محنط طيور في الاوضه، وبعدين تقعد وهو يقعد قدامها ويسيبها تاكل ويقعد زي المؤدب كده. الواد شكله غلبان وبيتهته قوي كده. اول مره تقريبا يكلم واحده ست وبيتكلم في حاجات غريبه تحس ان هو ما اتكلمش يعني من اسابيع. وبنعرف منه بقى ان هوايته ان هو يحنط الطيور. يعني اكيد دي حاجه مخيفه شويه، فالمفروض هي ما تاكلش وتهرب. في نفس الوقت بيقول ان هو ما عندوش صحاب، وبنفهم من كلامه ان امه الوحيده اللي في حياته، وباين قوي ان هي مسيطره بطريقه غريبه عليه زياده عن اللزوم يعني، لدرجه ان هو بيخاف منها بيترعب منها. بعدين بقى بيسالها ان انت بتهربي من ايه ولا رايحه فين كده. هي طبعا ما بتقولش اي حاجه، ولكن هو بيرمي شويه ويزدم حكمه كده، وبيقول لها ان هو حاسس ان كل انسان عامل متاهه لنفسه وحابس نفسه جواها ومش عارف ان هو يخرج منها. بنقعد نصرخ ونحاول ان احنا نطلع، ولكن في الاخير بنفضل ما بنتحركش من مكاننا. هتقول له صح، وساعات ان احنا اللي بندخل نفسنا جوه المتاهه ديت. هيتضايق كده ويقول لها ان هو اتولد في متاهه، وما بيبقاش حتى الموضوع يضايقه، قصده على امه يعني ان هي متحكمه فيه، والفندق المنعزل اللي في اخر الدنيا دوت اللي هو ما بيخرجش براه خالص، فده اكيد شخص انا خاف منه. هتقول له ان لازم الموضوع يضايقك. هيقول لها انا مضايقني فعلا، بس انا مش بقول، انا بقول ان هو مش مضايقني وخلاص. هيقول لها ان هو ساعات لما امه بتزعق له او كده وبتشتمه بيبقى عايز ان هو يروح لها ويواجهها ويمشي ويسيب المكان خالص، ولكن بيقول لها بس انا ما بقدرش اواجهها. هيقول لها هي مريضه وربتني لوحدها بعد موت ابويا، كان عندي 5 سنين وابويا مات وساب لها فلوس، بس كانت لوحدها. وبعد كام سنه قابلت راجل واقنعها ان هي تبني الفندق ده، بس الراجل هو كمان مات، فده اذاها نفسيا جدا. هتقول له طب انت ما بتفكرش تحطها في مكان يعني كده؟ هيقرب منها كده ويبرق ويقول لها قصدك مستشفى للمجانين، وصوته نفسه بيتغير وبيتكلم بجديه كده ويقول لها انت شفتي الاماكن دي من جوه عامله ازاي، الضحك والدموع، ويبدا يتصرف بطريقه مريبه جدا جدا. يعني هي هتتاسف له في خوف كده شديد وهو بيتعصب والكاميرا لازقه في وشه من كتر التوتر في المكان. بيقعد بقى ان هو يدافع عن امه وبعدين يقعد يضحك، شكله مجنون رسمي يعني، اكيد الوحده دمرته وامه المتحكمه فيه مدمره دماغه. هي بتيجي تقوم هيقول لها ما تخليك قاعده شويه كده. هتقول له انا اروح انام بقى عشان همشي بكره الصبح بدري قوي. وبنفهم من كلامها يعني ان هي هترجع تاني ترجع الفلوس اللي هي سرقتها وتحاول ان هي تصلح الدنيا قبل ما تبوظ خالص بقى. هيقول لها خلاص انا هجيب لك بكره الصبح الفطار. هتقول له انا اصحى الفجر. هيقول لها ماشي يا انسه. هتقول له كيرن وبتمشي. بيروح بقى جري بسرعه يبص على الاسم اللي هي كتبته، بيلاقي ان هي كاتبه اسم تاني، فبيفهم ان هي كتبت اسم مستعار وان هي كانت فعلا هربانه من حاجه. بعدين فجاه يدخل المكتب تاني ويشيل اللوحه، يبص من الخرم اللي فيها وهي بتغير هدومها وداخله تستحمى، وبص الفريم ده متصور ازاي، يعني ايه الحلاوه والطعامه والجمال ده. بعديها بيرجع اللوحه تاني. هو شكله طيب وغلبان بس مريب جدا جدا، وبيروح يرجع لامه تاني. في نفس الوقت الانسه بتاعتنا بنشوفها ان هي قاعده بتكتب الفلوس ال 40,000 ناقص $700 بتوع العربيه، وبتحسب الفلوس اللي معاها. بعدين بتقطع الورقه وترميها في قاعده الحمام. وفي هنا ملاحظه صغيره غريبه قوي يا جماعه، تعرف ان هو كان ممنوع وقتها ان هم يجيبوا مشهد لقعده الحمام كده؟ يعني ده كانت اول مره تحصل في تاريخ الافلام عامه ان هم يجيبوا مشهد للسيفون وهو بيترفع يعني. هي بتدخل عشان تستحمى، وبنلاحظ ان الموسيقى وقفت تماما عشان يحسسك انت بالامان ان هي دخلت خلاص الحمام دلوقتي. واللي هنا بيجي المشهد، مشهد واحد هيغير كل مفهوم افلام الرعب وقتها. تبدا بقى انها تستحمى ومستمتعه جدا بوقتها، ولكن فجاه بنشوف باب الحمام بيتفتح وبيقرب بهدوء شديد جدا حد ما نعرفش هو مين. بتفتح الستاره بسرعه وتطلع سكينه. الوليه بتلف وتصوت وامه بتضرب فيها بالسكين، بتديها يجي 20 طعنه، بتفضل تطعن فيها والدم بيغرق البانيو كله، وبعدين بتهرب. والبنت بتحتضر وبعديها ترفع ايديها تشد الستاره وتقع تموت. وبنشوف الميه بتنزل وبيعمل ترانزيشن على عينين البنت وهي ميته، والكاميرا بتتنقل الى الفلوس وهي محطوطه في الجورنان ومحدش يعرف ان هي موجوده اساسا. يا جماعه يا شباب، قتلوا بطله الفيلم في نص الفيلم، ايه الهبل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ المشهد ده هنتكلم عنه اكتر، بس انا لما شفته لاول مره اتصدمت. دي بطله الفيلم، ها انت فاهم؟ واحنا في نص الفيلم وقتلوها في نص الاحداث. ازاي يعني؟ هتتكلموا عن ايه بعد كده؟ هتتكلموا عن ايه تاني؟ وبعدين انا بتخيل نفسي في سنه 1960، ايه شعوري وانا بشوف فيلم بيقتلوا فيه البطله في نص الفيلم؟ والافلام كلها وقتها زي ما قلت لك عباره عن ان البطل او بطله الفيلم بيجيلهم مشكله وبعدين بيحلوها والفيلم بيخلص ويعيشوا في تبات ونبات. لا، انت قتلت البطله في نص الاحداث، ما حصلتش قبل كده. وزي ما قلت هتحكي لي ايه اساسا تاني في الفيلم؟ ما هي دي اللي كانت محور الاحداث كلها. بس نرجع تاني لمشهد الحمام اللي هو كله على بعضه 45 ثانيه بس. المشهد ده اخراجيا عبقري، سابق عصره بسنين كتير جدا، بيوريك قد ايه هيتشكوك كان جامد جدا جدا. يعني احنا قلنا في مقدمه الفيديو ان هو ممنوع وقتها ان الافلام يكون فيها قتل
الدم او حتى ان حد يطلع عريان. يبقى ازاي ان هم سامحوا بحاجه زي كده؟ هنا بقى العبقريه بتاعت الراجل ده، صور في 50 زاويه تصوير وعمل اكتر من 70 قط في المشهد ده عشان يوهمك بس انت كمشاهد ان هي بتضربها بالسكينه، بس في الحقيقه ان السكينه ما لمستهاش اساسا. واحنا بنتكلم بجد، ركز ان دي حاجه اول مره تحصل في التاريخ وقتها، ولا طعنه فعلا دخلت جوه جسمها، والدم ده كله كان عباره عن سيرب شوكولاته، وانت كده كده فيلم ابيض واسود محدش واخد باله من حاجه. فالعبقريه كلها في الوهم اللي عمله هيتشكوك، وازاي ان هو كان عنده القدره ان هو يتحكم فيك انت كمشاهد ويخليك تصدق فعلا. ده غير بقى الموسيقى المخيفه جدا جدا اللي بتخضك لوحدها اساسا، اللي بتشتغل في الخلفيه دي. والارعب بقى من الموضوع ده كله ان دي كانت اول مره حد يموت في الحمام، فده اللي خلى الناس يجي لها فوبيا من الحمامات اساسا، وهيخلي كل افلام الرعب والقتل والجريمه والحاجات دي كلها بعد كده يقتلوا الشخصيات بتاعتها في الحمام. المفروض الحمام ده اكتر مكان امن في الدنيا، مكان الراحه، بس هما بيحولوه لاكتر مكان مخيف عشان تخاف. في نفس الوقت من الحاجات الجامده برضو ان مع كل الطعن ده كله مش هتلاحظ انك انت شفت البنت عريانه، لان مفيش اي اعضاء بانت، هو بيبين لك حته من كتف، حته من ظهر، ومع مونتاج سريع جدا ما بيبينش اي حاجه. يا ريت المخرجين يعملوا زيه كده ونقلل كميه التعري اللي بقت في الافلام ومبالغ فيها دي يعني. وسيبك بقى من كل الهري ده كله، الصدمه كلها بالنسبه لي ان بطله الفيلم ماتت خلاص. هنكمل ان ابنها بيشوف الدم عليها فبيعرف ان امه قتلت واحده، بيجري يروح للمكان يلاقي ان امه فعلا قتلت البنت، بيتصدم طبعا، ولكن بيعمل زي اي ابن صالح في الدنيا كلها، بيخفي جريمه امه، بياخد ستاره الحمام ويحطها ويرمي البنت عليها، بيغسل ايده من الدم، يمسح الحمام، ياخد جثتها ويرميها في صندوق عربيتها، يلم كل حاجتها ويحطها برضه في العربيه بتاعتها، حتى الجورنان اللي فيه 40,000 دولار الفلوس كلها بيرميها لان هو اصلا ما يعرفش ان في فلوس. وبعدين يروح ياخد العربيه بتاعتها يرميها في مستنقع بعيد ويتفرج عليها وهي بتغرق. العربيه بتقف فجاه كده ما بتنزلش اكتر من كده، فهو بيتخض طبعا ويترعب، ولكن بتغرق العربيه خلاص، هو بيتبسط ويضحك. ومعنى ان هو رمى الفلوس وكل الادله، فكده هيتشكوك بيقول لك ان خلاص قصه الفلوس خلصت خلاص. واحنا دلوقتي داخلين على قصه تانية كانه فيلم تاني. بننتقل بقى لحبيبها وقاعد بيكتب لها رساله وبيقول لها ان هو بيحبها ومش همه حتى لو عيش فقراء، طول ما هم بيحطوا لايك على الفيديو وبيشتركوا في القناه وبيفعلوا الجرس، دي حاجه اهم الفلوس بكتير. واللي فجاه بتوصل لمكان الشغل بتاعه اختها، بتيجي تسال عليه، ولما بتقابله بتعرفه بنفسها، وهو بيرحب بيها طبعا ويقول لها ايوه انا عارفك، ولكن هي بتقول له هو اختي هنا. هو طبعا بيستغرب وبيقول لها لا في حاجه حصلت. طيب هتقول له ان هي غايبه من يوم الجمعه وانا مش لاقيها من ساعتها، وبنشوف في راجل واقف بيراقبها. في نفس الوقت هي بتعيط وتقول له لو انتوا عاملين الحوار ده كله مع بعضيكوا انا ماليش دعوه، انا بس عايز اطمن على اختي وهمشي على طول. بيحاول بقى يهديها ويفهم منها هل ماريون اختها ديت حصل لها مشكله ولا ايه اللي حصل. الراجل بقى اللي بيراقبها بيدخل وبيقول لهم يلا كلنا نتكلم عن ماريون دي بقى. هيقول له انت مين؟ هنعرف منه ان هو محقق خاص وكان بيتتبعها لحد هنا. فاكر الراجل الكاوبوي هو اللي معين المحقق دوت عشان يدور على البنت اللي سرقت الفلوس. بيعرف حبيبها ان هي سرقت ال 40,000 دولار، واختها بتقول له ان المدير والكاوبوي ما كلموش الشرطه، هما بس عايزين فلوس ولو خدوها هيسيبوها. بيتكلموا بقى مع بعض، ولكن في الاخير المحقق بيقول لها ان هو عارف ان هي في المدينه هنا لان هي اكيد جايه لحبيبها، وان هو كده كده هيلاقيها. وبيمشي يلف على كل الفنادق اللي في المدينه يسال عليها ويدور ويبحث لحد ما بيوصل للمعلم ده، وبيقول له ممكن اسالك شويه اسئله؟ الواد هيقول له تعالى ماشي، انا كده كده بغير الملايات النهارده فتعالى سليني وانا بعملها. بيعرفوا بقى ان هو محقق وبيدور على امراه اختفت من اسبوع وبيوريه صورتها. هيقول له انا ما حدش جالي من اسابيع. هيقول له ماشي ممكن هي جت بس كتبت اسم مستعار هنا. هيقول له والله انا بطلت اكتب اسامي الناس اللي بتيجي من زمان يعني. ولكن في وسط الكلام كده بيقع بلسانه ويقول له ان في زوج وزوجه جم من اسبوع اللي فات. فالراجل بيقول له استنى اهو في ناس جات لك اهو من اسبوع يا عم، ما انا قلت لك اكيد في ناس وانت جات وانت مش فاكر يعني، عايز بعد اذنك بقى ابص على الدفتر اللي عندك. فهو هيوافق ويديهوله. المحقق بقى بيقعد ان هو يدور ويطلع من جيبه نسخه من خط ايد البنت. بيطلع ذكي المحقق ده فشخ يعني. فالكاميرا بقى بتقرب على وش الواد بقى عشان هو متوتر قوي كده، ويبدا ان هو يتخنق من كتر التوتر. والمحقق بيلاقي فعلا اسم الست المستعار، فهيقول له اهي هي دي، هي جت هنا. كاميرا لازقه في وش الواد وهو قلقان ومتوتر وبدا ان هو يعرق. هيقول له انا ما كنتش بكذب ولا حاجه. هيقول له لا 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 لا, لا خالص، وهيدي له صورتها تاني. الواد هيقول له ايوه افتكرتها كده، بس ساعتها الجو كان مليان مطره وانا ما خدتش بالي منها يعني. هيقول له اه ماشي، طب كلمني عنها بقى اكتر. هيقول له والله جت في المطره ودخلت تنام على طول ومشيت الصبح بدري. بيقعد بقى ان هو يساله اسئله، والواد بيتوتر وبيتهته وبيعرق، والمحقق بيضغط عليه اكتر، والواد بيتوتر اكتر ويقول له نسيت، لا افتكرت، لا نسيت، لا مش فاكر قوي. بس في كل كلامه ده كله مفيش حاجه تقدر تقول عليها ان هي غلط، ولكن المحقق برضه بيفضل ان هو شاكك ان في حاجه غلط، بس هو مش عارف يمسك ايه هي لان مفيش دخان من غير نار. بيطلع بقى المحقق يبص يلاقي بيت كبير قوي وامه قاعده عند الشباك. هيقول له هو في حد في البيت ده؟ هيقول له لا. هيقول له طب ما انا شايف ست اهو. هيقول له اه دي امي بس قاعده ما بتقومش، فكاني عايش لوحدي يعني. وبيقعد يتهته تاني، ولكن المحقق بيشك ان امه اللي في البيت عارفه الست راحت فين، وبيشك ان هو مخبي الست ديت مقابل مبلغ كبير من الفلوس. هيقول له طب ينفع اكلم امك؟ هيقول له لا زي ما قلت لك هي قاعده وتعبانه. هيحاول معاه تاني، ولكن هيقول له يا عم المحقق انا قلت لك على كل حاجه، فجي وقت انك انت تمشي دلوقتي. ولكن
ولكن الراجل بيفضل شاكك ان هي في البيت هناك. بيمشي والواد بيضحك عليه. بيروح لمكان فيه تليفون وبيكلم اختها وبيقول لها ان اختك كانت موجوده في الفندق يوم السبت في اوضه رقم 1. والشاب اللي هناك بيقول ان هي باتت هناك ومشت الفجر، بس بيقول لاختها ان هو مش مقتنع بالكلام ده كله وحاسس ان في حاجه غلط. الواد عنده ام تعبانه وقاعده شكلها كلمت اختك، بس هو مش عايزني اقابل امه عشان ما تقولش حاجه. فهيقول لها بقى دلوقتي ان هو هيروح الفندق اللي هناك الاول يحاول يعرف اي معلومه زياده، وبعدين هيقابل الاخت ديت كمان ساعه واحده. بيرجع فعلا الفندق. الواد لما بيشوفه بيستخبى، فهو بيروح للمكتب ما بيلاقيش اي حد خالص، فبيقوم طالع للبيت لامه. بيدخل البيت الضخم ده ويبدا ان هو يطلع السلالم. فجاه الباب بيتفتح وامه بتطلع بسرعه بسكينه تطعن المحقق ويقع من فوق وتنزل وراه تكمل عليه، والمحقق بيموت هو كمان. مفيش امان لاي حد، كله بيموت. بص اصلا الزاويه ديت وهو بيطلع كده السلم وهي بتطلع فجاه تقتله، فجاه بيجي موسيقى تقطع الخلف حرفيا، تجيب لك صرع. اختها بقى والحبيب كل ده مستنيين المحقق. طبعا بيقلقوا بقى عليه ليه ما جاش لحد دلوقتي. فالاخت بتقرر ان هي تروح للمكان الفندق، ولكن الواد بيوقفها ويقول لها انا هروح، انا خليك انت هنا يمكن المحقق يجي. وبنشوف ان الواد رمى عربيه المحقق في المستنقع هي كمان. الحبيب بيوصل للفندق ما بيلاقيش اي حد، بيقعد ينادي والواد نفسه بيسمعه وبيقول في سره هرمي عربيه مين تاني في المستنقع. بيرجع بقى الواد للاخت وبيقول لها ان هو ما لقاش اي حد ولا محقق ولا حد شغال في الفندق اساسا. هو شاف بس ست كبيره قاعده في البيت عند الشباك وخبط على الباب وهي مش عايزه تفتح الباب. فهي تقول له طب والمحقق دوت هيختفي فجاه كده فين؟ بتخاف طبعا وبتقلق وبتقول له ان المحقق كان بيكلمها وعنده شعور غريب اتجاه الفندق ده. فالواد بيقول لها ايوه عندك حق، تعالي نروح بسرعه للشرف اللي في المدينه هناك نقول له على اللي حصل. بيروحوا ويصحوه من النوم وبيحكوا له كل حاجه بقى من البدايه، وبيطلع ان هو ومراته عارفين الفندق والشاب اللي هناك. بيتحايلوا بقى عليه ان هو يكلم الواد ويحاولوا يعرف منه المحقق اختفى فين واختها برضه راحت فين. بيتصل فعلا بالواد نورمان دوت وبيكلمه وبيقفل. هيقول لها ان المحقق فعلا راح له والواد حكى له عن اختك، والمحقق شكره ومشي وما يعرفش بقى هو راح فين. هتقول له ازاي وهو قال ان هو هيرجع تاني يكلم امه؟ الشرف بقى هنا هيقول لها يعني المحقق قال لك ان هو هيرجع يكلم امه؟ هتقول له ايوه. هيقول لها طيب ام نورمان ده بقى ميته ومدفونه بقى لها 10 سنين. طبعا كله بيتصدم، ومراته بتقول لها كمان انا اللي اخترت اللبس اللي هي اتدفنت فيه. ام الواد نورمان دوت سممت حبيبها لما عرفت ان هو متجوز، وبعدين شربت من نفس السم وخلصت على نفسها، ونورمان نفسه اللي لقاهم ميتين. طبعا الشاب ده هيتجنن ويقول له يعني انا الست العجوزه اللي انا شفتها عند الشباك دي تبقى مين؟ فالشرف هنا هيتجنن طبعا. هيقول له لو ام نورمان في البيت هناك فمين الست اللي احنا دفناها في المقابر؟ وبنشوف في نفس الوقت نورمان بيجري يرجع البيت يطلع فوق، وبنسمعه بيتكلم مع امه فعلا وبيقول لها ان انت لازم تستخبي وتنزلي القبو تحت، هتشتمه وتهزقه وتقول له لا انا مش هنزل تحت. هيقول لها هم هيجوا يدوروا على الناس اللي ماتت ديت وهيشوفوكي، ما ينفعش تفضلي هنا، لازم تستخبي. ما بترضاش، فهو بيشيلها غصب عنها وبنشوفه شايلها ونازل تحت القبو، وشكلها ان هي قاعده فعلا. فازاي قتلت الناس دي كلها ما تعرفش. الحبيب بقى والاخت بعد كده بيروحوا للشرف دوت الكنيسه. هيقول لهم ان هو بعت فعلا محققين راحوا هناك، ما لقوش امه طبعا، ما لقوش اي حاجه خالص، بس لقوا ان اختها كانت هناك فعلا بس استخدمت اسم مستعار، وما لقوش اي حاجه تانية. هيقول لهم الحل الوحيد دلوقتي ان كنتوا تيجوا اسم الشرطه وتبلغوا عن اختفاء شخص وعن السرقه اللي حصلت وتسيبوا الشرطه تعمل هي التحقيق بتاعها. بعد كده بقى الاثنين دول بيقرروا ان هم يروحوا للفندق ويعملوا نفسهم زوج وزوجه ويحاولوا يعرفوا الحقيقه وايه اللي حصل هناك. بيوصلوا للمكان، الواد بقى بيبص من فوق كده وهو قلقان، بينزل يقابلهم، بيعرف منهم ان هم زوج وزوجه فعلا وجايين يباتوا يوم هنا. بيدخل يسجلهم ولكن ما بيخليهمش يسجلوا اساميهم. فالواد بيقول له ان احنا عايزين نسجل وناخد وصل، فبيسجلهم فعلا وبيقول لهم هروح اجيب الشنط. هيقول له ما فيش شنط، فهيبص له كده بيشك. هيقول له خلاص ماشي تعالى اوريك الاوضه. حبيبها ده بقى بحس ان هو ذكي كده، هيقول له مش المفروض ندفع الاول؟ وبعديها بيروح اوضتهم وهو بيقف يراقبهم. بيدخلوا والاخت بتقول له ان احنا لازم نفتش الاوضه رقم 1، لان واحد زي نورمان دوت عنده فندق فاشل محدش اصلا بيجيله. لما يعرف ان اختها معاها 40,000 دولار اكيد هيقرر ان هو ياخدهم ويبني بيه فندق تاني احسن من المكان دوت، ويشكوا فيه ان هو سرق الفلوس. الراجل الحبيب ده حاطط كميه جل في شعره ومسرحه 24 ساعه بيلمع. وبيخرجوا فعلا يروحوا الاوضه رقم 1. بيفضلوا بقى ان هم يدوروا في الاوضه ولكن طبعا ما بيلاقوش اي حاجه خالص. بتدخل الحمام بيلاقوا الستاره مش موجوده، وهي بتلاقي في قاعده الحمام بقايا الورقه اللي اختها قطعتها ورمتها قبل كده، وحته ورقه صغيره قوي مكتوب فيها الرقم 40,000. فهي بقى بتتخيل ان نورمان عرف عن الفلوس وده الدليل، وان هو سرق من اختها الفلوس. وهنا بقى بيعملوا خطه جديده، عايزين يروحوا يكلموا الام عشان تعترف وتقول لهم ايه اللي حصل. فبيعملوا خطه صغيره ان هي تطلع للبيت تكلم الام، وهو هنا يحاول يلهي الواد نورمان ده. المشكله ان الخوف كله من الام اساسا مش من نورمان. وبيخرجوا، الراجل بقى فعلا بيروح لنورمان ويقول له انا مراتي تعبانه قوي وعايزه تستريح، فسبتها بقى نايمه في الاوضه وقلت اجي نتكلم انا وانت شويه.
شويه وبيدخل فعلا يقعد معاه. اما الست بتجري تطلع البيت، طبعا في موسيقى موتره جدا شغاله في الخلفيه وهي ماشيه بالراحه قوي وبتطلع البيت بالراحه، يعني عارف الاثاره والغموض، وتقفل الباب. اما الراجل بنشوف انه قاعد بيتكلم مع نورمان، والواد نورمان ما بيتكلمش اصلا زي الاول. والبت بتطلع فوق تخبط على الام، بتدخل الاوضه بتلاقي ما فيش اي حد خالص، بس باين ان في حد عايش في الاوضه هنا. الحوض عليه صابون وميه، هدوم في الدولاب، حتى السرير عليه اثار حد بينام هنا. وبعد كده بنشوف ان الاثنين دول بيبداوا ان هم يشدوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض. هي بتدخل اوضه نورمان بتلاقي ان هي فيها لعب اطفال، ارنب وسرير عيال صغيره، بتستغرب. وهم بقى بيبداوا ان هم يتخانقوا بجد. والراجل بيقول له انت سرقت ال 40,000، ونورمان طبعا مش فاهم. هيقول له يبقى اكيد امك عارفه وهتقول لنا. فهو هيقول له فين الست اللي كانت معاك، وبيمسكوا في بعض ونورمان بيضربوا على دماغه وبيجري يروح البيت. الست لما بتشوفه بتخاف وبتجري تستخبى فين بالظبط كده، في القبو اللي فيه امه. وهو بيطلع فوق وهي بتنزل تحت. بتفتح الباب وبتلاقي امه قاعده فعلا، بتقرب منها وتنادي عليها. بتروح تلف امه كده، بتطلع ان هي جثه متحلله. الست بتصوت وتنهار، وفجاه بتبص على الباب تلاقي نورمان لابس لبس امه وحاطط باروكه وماسك سكينه وجاي يهجم عليها. هنا بقى هي بتتصدم، ايه اللي انا شايفاه ده؟ بيوصل الراجل اللي معاها يمسك نورمان وينقذها، ونورمان بيبدا ان هو يتشنج قوي كده، والباروكه بتقع في لحظه صدمه. والشرطه بتوصل، وبنوصل احنا كمان لبعديها. والشرف مش فاهم ايه الكلام دوت. مستنيين دلوقتي بقى الدكاتره النفسيه تيجي تشرح ايه الوضع ده. والاول مره بيدخلوا الامراض النفسيه في افلام الرعب او في الجريمه عامه، واللي هيوريك ان الانسان المريض اسوأ بكتير من اي وحش او من اي حاجه مرعب. الدكتور دلوقتي هيجي يشرح لنا احنا ايه اللي حصل. بس قبل ما نقول الشرح بتاعه، البلوت تويست جامده قوي يا جماعه، ولسه لحد دلوقتي صامده وحلوه، ما تتوقعهاش اساسا. يعني عدى عليها 65 سنه واتهرت اقتباسات في هنا وفي افلام كتير قوي. ده غير ان الموضوع اصلا مدخلين فيه المرض النفسي في الجريمه، ودي حاجه جديده اساسا. الشريف بقى بيسال الدكتور ويقول له ان نورمان كلمك وحكى لك ايه اللي حصل. هيقول له لا ما كلمنيش، بس انا عارف ايه اللي حصل، لان اللي حكى لي مش نورمان، ده امه. نورمان نفسه ما بقاش موجود معانا، هو نص موجود بس. وبيشرح لنا بقى دلوقتي ان نورمان مريض نفسي بالانفصام في الشخصيه، عنده شخصيتين، شخصيته وشخصيه امه عايشه جواه حتى بعد ما ماتت. وبيعرفهم ان نورمان نفسه هو اللي قتل اختها والمحقق، بس مش هو اللي قتلهم، ده امه اللي قتلتهم. ومش الاثنين دول بس، في بنتين قبل كده تانيين هو اللي قتلهم برضه. بس نورمان ما عملش اي حاجه، هو عمل زمان. فنرجع بقى للزمن 10 سنين، هنكتشف ان نورمان هو اللي قتل امه وحبيبها. بنعرف ان امه كانت ست متسلطه، هو اصلا الواد نفسه كان تعبان نفسيا بعد ما ابوه مات، ولكن امه كانت شديده ومتحكمه بشكل جنوني. عاشت معاه سنين هما الاثنين لوحدهم بس من غير ما يقابلوا اي حد، منعزلين كده عن العالم، لحد ما جه يوم اتعرفت فيه الام على راجل وحبته. هنا بقى نورمان اللي مليان امراض نفسيه ومعقد تعقيد غريب، حس ان امه بتبدا ان هي تفضل الراجل دوت عليه، ورمته. هو ما بيقدرش ان هو يستحمل، فبيقتلهم هما الاثنين. ولكن ما بيقدرش ان هو يستحمل ذنب ان هو قتل امه، لان قتل الام هو اسوأ جريمه واسوأ ذنب ممكن انسان يعمله في الدنيا كلها. ايه الجريمه اللي ممكن تعملها اسوأ من انك تقتل امك؟ فدماغه عشان تهدى كان لازم ان هو يخفي الجريمه على الاقل جوه عقله، دي اقل حاجه يقدر يعملها. فنورمان سرق جثه امه وخباها في القبو، وفضل محافظ على الجثه وعايش معاها، وخلق في دماغه شخصيه امه بتتكلم وبتتصرف لوحديها. ساعات هي اللي تتحكم كليا في الجسم وفي العقل وفي كل حاجه، وساعات تانية هو اللي يتحكم، وساعات بيتكلموا مع بعض ويردوا على بعض. يعني كميه جنون رهيبه. طيب دلوقتي السؤال هو ليه قتل البنت ديت؟ نورمان غار على امه قبل كده زمان، فافترض ان هي كمان هتغير عليه. ففي دماغه كل ما هو بيعجب بواحده او بينجذب بشده ناحيه اي امراه، شخصيه الام بتسيطر على دماغه وبتقتلها. وده بالظبط اللي حصل مع الست اللي سرقت ال 40,000 دولار. هو كان معجب بيها وعايزها تقعد معاه اكتر واكتر وتتكلم معاه اكتر واكتر. وطبعا هو لما امه بتقتل بيبقى زي الابن المطيع وبيخفي اثار الجريمه وما يعرفش ان هو اللي قتل اساسا. فبيقولوا طب هو ليه كان لابس كده؟ الشرطي بيقول له ان هو مخنث. قالوا لا 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 مش مخنث، هو كان بيحاول يقلد امه بباروكه كده رخيصه، حتى بلبسها بيتصرف كانه هو الام من غير اي وعي خالص. هيسالوا بقى على الفلوس، هيقولوا ان نورمان ما يعرفش اساسا ان في فلوس، دي جريمه عاطفيه مش اقتصاديه. بعد كده بقى بنشوف ان في شرطي بيروح يدي نورمان بطانيه، وبنسمع احنا دلوقتي صوت امه هي اللي بتتكلم. شفت لاي درجه امه مسيطره عليه؟ بعد كده بقى بنشوف امه وهي بتهزقه في دماغه وهو بيسمع لها، وسيطرت تماما عليه. ولكن بتقول له كلام برضه مثير للاهتمام، ان نورمان نفسه بيحاول يلفق ليها التهم كلها، فيما معناه ان احنا بنفهمه ان نورمان نفسه عارف ان امه مش موجوده جسديا، وهو اللي كان بيعمل كل ده. وبنشوف المشهد الاشهر على الاطلاق، وامه بتتكلم معاه وهو بيبص للكاميرا وبيضحك زي المجنون، وبعدين لقطه للجمجمه والوشه مع بعض.
والفيلم بيخلص. في المشهد الاخير برضو بنلاحظ ان هيتشكوك بيحاول بكل الامكانيه اللي عنده ان هو يشرح لك كل حاجه، عشان طبعا ساعتها حاجه زي القتله المتسلسلين والامراض النفسيه ما كانتش بيتبص لها زي دلوقتي خالص يعني. في نفس الوقت ما بيسيبش الفيلم بتاعه غموض زياده عن اللزوم، ودي حاجه حلوه على فكره، لان بالمقارنه مع كتير من الافلام اللي دلوقتي اللي بتحاول اصلا ان هي تبقى غامضه وما تفسرش اي حاجه، فده بيخلي ان ناس كتير ما تحبش الفيلم اساسا. سيبك بقى من كل الكلام دوت وتخيل معايا لو قلت لك ان الفيلم ده قصته حقيقيه. لا مش بس كده، الارعب من كده ان القصه الحقيقيه ارعب واسوأ بكتير جدا. حد سمع قبل كده عن واحد اسمه ايجين لسه معمول له موسم كامل في مسلسل مونستار بيتكلم عن المجرم ده، واحد من اكتر الناس المريضه نفسيا اللي هتسمع عنها في حياتك كلها. الفيلم بقى متاثر بالقاتل ده وبشكل كبير جدا، لان الراجل دوت ابوه مات وهو صغير وعاش مع امه لحد ما ماتت برضه، ولكن هو كان مريض نفسي جدا لدرجه ان هو ما قدرش يستحمل ان امه ماتت. فهيروح يعمل ايه بقى؟ تخيل معايا كده، يروح ينبش القبور ويطلع اجزاء من جثث عشان يعمل شكل امه، وراح يقتل ستات تانية لنفس السبب برضه. لما مسكوه وراحوا بيته لقوا كراسي معموله من جلود بني ادمين، عظم كتير جدا، جماجم بشريه في كل حته، حاجات كتيره معموله في البيت مصنوعه من حتت وعظم وجلد بشر. انت متخيل؟ رعب يعني. وقال ان هو كان بيحاول يعمل بدله جلديه على شكل امه ويلبسها عشان يصبح هو امه. شايف الجنان والرعب وصل لايه؟ القصه بتاعته دمويه طبعا اكتر بكتير من الفيلم ده، ولو خدت بالك وانا بحكي دلوقتي هتلاقي ان برضه قصته شبيهه بالشرير بتاع فيلم ذا سايلنس اوف ذا لامبس اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. برضه هم مستلهمين الشرير من قصه الراجل ده. انا لسه ما شفتش المسلسل بتاع مونستر ده اللي بيحكي القصه كلها، ولكن لما نرجع للفيلم نفسه بقى في تفاصيل كتير لما تيجي تتفرج على الفيلم تاني هتلاحظها، وهتلاقي ان هم بيتعمدوا يحطوها. زي مثلا هتلاحظ ان نورمان نفسه اشول، ولكن لما بيجي يتحول لامه بيبقى ايمن. ده بيوريك ان هم الاثنين شخصيات مختلفه تماما. في اوقات تانية مثلا لما قالت له ان هو يدخل معاها الاوضه ولكن هو وقف شويه كده، تحس ان هو كان بيسمع امه وهي بتكلمه في دماغه، فده اللي خلاه ان هو يرجع. كان بقى فيلم انت عد معايا شفته واخد من الفيلم ده، كان بلوت تويست انت شفتها متاثره بالبلوت تويست اللي موجوده في الفيلم هنا، او الرعب، او طريقه الاثاره والغموض والتوتر، او طريقه حكايه القصه، او حتى بس لقطه ان هو مجنون بيبص للكاميرا وبيضحك. الفيلم ده غير بجد حاجات كتير، فلولا وجوده فعلا ما كناش شفنا موضوع الرعب النفسي اساسا اللي احنا بنشوفه دلوقتي في كل الافلام، ما كانش هيبقى موجود، اللي هو اصلا الرعب المفضل ليا والكتير من الناس. 10 من 10 طبعا ونجمه، ونقدر نحطه في المفضله على طول. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتعمل فولو على الانستا والحاجات دي كلها. وبس كده، سلام.